السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. ومرحبا بكم دون زين نوفيل فيديو. واليوم جيتكم بوصفه اللي دارت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هي غراتان بوازي. وصفه خفيفه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت، وايضا بنينه بزاف. فنقولوا بسم الله ونبداو في الوصفه اللي كنت حطيت فيها نصف صدر دجاجه مرحي مع شويه معدنوس، وضفت ايضا حبه بصل مرحيه مع 2 فصوص من الثوم. وهنا ضفت ايضا شويه من الشوفلة اللي سبق لي وغليته من قبل، اللي وضعت كميه قليله فقط. هنا ربما راكم تتسائلوا علاش وضعت الشوفلة مع الدجاج. هنا حتى يترك لي الدجاج طري بعد ما نقليه. وهنا ضفت ملعقه كبيره من الخردل. بالنسبه للتوابل وضعت ملعقه صغيره من الزنجبيل والفلفل الاحمر وفلفل اسود وشويه من الكركم والملح. ونخلط كل هذه المكونات جيدا مع بعض حتى يتشرب الدجاج كامل نكهه التوابل. راح يكون هذا الخليط طري شويه، راح نتركه على جنب 10 دقائق. وبعد ما تمسك عندي الدجاج بديت نشكل فيه. هنا بللت يدي بشويه ماء وبديت نشكل فيه الى كريات. وكما سبق لي وقلت لكم انه الشوفلة راح يترك الدجاج طري، لانه نعرفوا بعد ما نقلي الدجاج راح يتماسك، وخصوصا لما يدخل للفرن راح ينشف اكثر. انا وضعت كميه قليله من الزيت وبديت نقلي في كريات الدجاج حتى ياخذوا اللون الذهبي ويتحمروا شويه. بعدها نمروا لتحضير لاكريم بوازي. هنا استعملت لاكريم فريش فونديليس بوزن 380 مليلتر. ضفت على لاكريم 3 حبات من الجبن مثلثات، وضفت ايضا رشه صغيره من الفلفل الاسود ورشه صغيره من الملح، وضفت 100 غرام من 2 انواع من الجبن المبشور. وهنا يبقى نوع الجبن والاختيار لك. نخلط جيدا حتى وين يذوب كامل الجبن وتصبح الكريمه ملساء. بعدها نطفي عليها النار. استعملت هذه الصواني الزجاجيه او بما يطلق عليها اسم البايركس. وضعت هنا على الصينيه كطبقه اولى. وضعت هنا كميه قليله من لاكريم ووزعتها بهذا الشكل. اما هنا راح نضيف كميه قليله من الجلبان. بالنسبه للكميه ما نقدرش نحدد لك، انت اللي تقدري تتحكمي في الكميه على حسب افراد العائله. بالنسبه للجلبان سبق لي ان غليته من قبل مع شويه من الفلفل الاسود وشويه ملح و2 فصوص من الثوم بالقشور، وايضا ضفت مرق الدجاج. وهنا وضعته على الصلصه. ونزيد نضيف على الجلبان ايضا كميه قليله فقط من الصلصه بهذه الطريقه. وهنا راح نضيف بطاطا اللي سبق لي وقليتها من قبل وقطعتها الى مكعبات حتى ما نطولش عليكم في الفيديو. ووضعتها على الجلبان بهذه الطريقه، نوزعها على كامل الصينيه. اما الان راح نوضع كريات الدجاج على كامل الصينيه بهذه الطريقه. مثل ما شفتوا انه هذا الكراتان سهل بزاف يعني، ومكوناته اقتصاديه. وبعدها نغطي كامل كريات الدجاج بالصلصة، يعني نحاول نغطيها بالكامل على هذا الشكل. ونضيف لها من الفوق جبن مبشور نغطيها بالكامل. بالنسبة للجبن انا اللي استعملت نوع شيدار، انتي لك الاختيار في نوع الجبن. ندخل الجراتان للفرن ونشغل فقط من الفوق حتى يذوب الجبن وهذه الكريمه تتحمر وتاخذ هذاك اللون الجميل. وهذا الشكل النهائي. اكيد الجبن يلعب دور كبير
لانه لما يكون نوعيه جيده يذوب ويعطي سطح مشهي ولذيذ. هذا هو شكل الكراتان. ان شاء الله يا ربي يكون نال اعجابكم. حبيت نقسم لكم حتى تشوفوا من الداخل، لانه نعرف انه تحبوا هذه المرحله تشوفوا النتيجه حتى النهايه. في النهايه نقول لكم ان شاء الله الوصفه عجبتكم وتجربوها، وبقوا اوفياء والى اللقاء.